السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الصحة، صباح الستر، صباح راحة البال، صباح الفل على عيونكم. بدأت الفيديو معاكم. بصوا، كنت فرحانة جدا. محمد كان الأول رجليه ما بتطولش البدال، فأول مرة يسوق العجلة كده، فكان هو فرحان وأنا كنت فرحانة، فصورت وبدأت لكم مقطع الفيديو ايه بمحمد وهو بيسوق العجلة. الحمد لله، ربنا يبارك فيهم ويبارك في أولادنا جميعا يا رب، اللهم أمين. بادئه معاكم اليوم النهارده بفطار خفيف. كنت عامله مسقعه كان باقي منها شويه، وعملت بيض وحطيت عليه جبنه، وكان عندي بطاطس صغننه كده، سلقتها وحمرتها وحطيت جبنه وحطيت مخلل. والحمد لله، الف حمد وشكر على النعمه اللي ربنا مديها لنا. في بداية الفيديو أول حاجة ما تنسوش اللايك القمر زيكم، وعايزة كومنت جميل جدا منكم. ويا ريت يا ريت يا ريت كل اللي بيشاهدوا يا جماعة ما تنسوش اللايك وما تنسوش الكومنت، تمام؟ واللي ما اشتركش طبعا في القناة يشترك، تمام؟ مزعلين ان انتوا بقالكوا فترة كده حتى المشاهدات مش ولا بد، بس برضو انا بحبكوا، ويا رب اكون خفيفة على قلبكوا يا رب، اللهم امين. يومي النهاردة وروتيني النهاردة بسيط وعادي زي اي يوم تاني. طبعا بعد ما خلصت الفطار، اكيد اكيد الحاجة اللي هي ايه بتتكاثر وما بتخلصش ابدا دي هي المواعين، اللي دايما مهما غسلتيها بتلاقي تاني يعني. فقلت تمام، رحت مشطبة كده المواعين قبل ما ادخل ايه اشوف انا هعمل ايه النهاردة. قلت النهاردة هعمل لهم ايه، غدا. كنت عايزة اعمل لحمة، بس بصراحة ما كنتش بقى عايزة اعمل شوربة وطبيخ والكلام ده. قلت لا، انا هعمل لهم النهاردة كباب حلة. اعمل لهم اللحمة بتاعتي، هعملها كباب حلة، هما بيحبوها، وولادي ملهمش قوي في اللحمة، بس لما بتتعمل كباب حلة الى حد ما بتيجي مع عمر بيحبها. ومحمد اديني بحاول معاه يعني لحد دلوقتي، يعني مش متقبل اللحمة قوي. بس والله في كباب الحلة هوريكوا شكلها بعدين، يعني اللي هو ايه، انا بسويها لدرجة ان هي بتبقى بكون حطاها. بصوا انا بحط هنا قطع كبيرة مش صغيرة، بس على ما اديها سواها خالص عشان تبقى مستوية جدا، عشان ما تضايقهمش في الاكل. بقول لكم ايه، بتتقطع يعني، بتبقى حتت صغيرة مش كبيرة من كتر السوا. فسوى اللحمة بالذات احنا بنحبها مستوية خالص، اللي هي دايبة كده، تمام؟ فاول حاجة عملتها حطيت معلقة سمنة بلدي ومعاها حتة زيت صغيرة، ورحت منزلة فيها ايه قطع اللحمة ومشوحاها ايه تشويحة كويسة. حطيتها على النار هي وبتتشوح، وقفت جنب منها كده، ورحت ايه ماسكة إيه 3 بصلات كده حلوين، تمام؟ انا 3 بصلات حلوين كده، ورحت مقطعاهم ايه جوليان كده، اللي هو الترانشوت كده، تمام؟ إيه مش تقطيعة صغيرة ولا اي حاجة، وانا واقفة كده عملتهم. إيه هخلص تقطيع البصل، طول ما انا بخرط البصل كده بغيب وابص على اللحمة، لو محتاجة تقليبة بديها تقليبة، تمام؟ كل ده اللحمة في مرحلة الصدمة بتاعتها، ان هي بتتشوح وتاخد صدمة كده، قبل ما انزل عليها ايه بالبصل قبل ما انزل عليها بالبصل والتوابل بتاعتنا. تمام، خلصت تقطيع البصل على طول هاخد البصل، كانت اللحمه بصوا اتشوحت معانا، هنزل عليها بالبصل. طبعا البصل ده على ما تستوي هتلاقوه بقى اتكرمل وداب، وما اقول لكم مش هيبان اساسا، تمام؟ وبيدي صوص تحفه 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 مع اللحمه. هنا التوابل بتاعتي اللي هحطها، بحط توابل لحمة وحبهان و... وبتاع ده وال7 توابل وورق لوري، تمام؟ حبهان مطحون. ودي تقليبة مع التوابل وبديها بصوا يعني بتاع ايه، نص كوباية مية. حسيت انها عايزة تاني بديها، وبهدي بقى النار عليها. وبصوا الغطا غلفته بفايل عشان يكتم عليها فالبخار يسويها. فانا مش بديها ميه كتير، يعني بديها ميه في المعقول، وبعد كده بهدي عليها النار واسيبها ايه مع نفسها، اغيب واديها تقليبه. قلت وانا واقفه كده اعمل ايه، انا عدى العيد يا بنات وما عملتش رقاق. قلت لا، طب ايه اللي يمنعني رقاق؟ وعندي بابا ربنا يديله الصحه كان جايب لي إيه الرقاق ده من قبل العيد، كان جايبهولي وانا ما عملتش، تمام؟ وكان عندي شوربه طلعتها، وكان عندي كنت معصجة لحمة وشايلها متعصجة في الفريزر، برضو طلعت كيس لحمة متعصجة كده ومتظبطة،
وجبت هنا دفيت الشوربة بتاعتي وسيحت معلقتين كده سمنة بلدي عليهم شوية زيت في طاسة جنب مني. بقيت اسقسق الرقاق. بصوا، وانا هنا بقيت اكسره ليه؟ عشان الصينية بتاعتي يا بنات مربعة، طبعا الرقاق كان مدور، فبقيت اكسره عشان يدي شكل الصينية. تمام. بعد ما حطيت الطبقات اللي حطيتها تحت كل ما بين رقة والتانية، بقيت ادي سمنة بلدي، معلقة سمنة بلدي اوزعها كده، ورحت مفضية كيس عصاج اللحمة اللي انا كنت مفرزاه ده. طبعا انا كنت طلعته فك معايا ففضيته على طول يعني. ومن فوق هعمل رقات اقل شوية من اللي تحت. تمام. وبنفس الطريقة بسقسق الرقاق زي ما انتوا شايفينه، وطبعا بكسره بالنص عشان اعرف اديله شكل الصينية المربعة بتاعتي المستطيلة. وبين كل رقة والتانية بحط معلقة سمنة بلدي اللي انا مسيحاها في الطاسة جنب. تمام. هخلص باقي الكمية بتاعتي، بلبس كيس كده زي كيس تلاجة ولا حاجة، او عندك جوانتي مثلا جلافز ولا حاجة. وبصوا بضغط على الرقاق، بديله ضغطة كده عشان يتظبط معايا الشكل بتاعه من فوق. اديت له ضغطة حلوة كده، ورحت مدياله برضو سمنة بلدي، ورحت مقطعاه قبل ما ادخله الفرن يا بنات. تمام. كان عندي كنافة. شفتوا الكنافة اللي هي عش البلبل دي اللي بتبقى صغنونة دي؟ انا بصراحة كنت جايباها من عند الفطاطري زي ما هي كده جاهزة بنات على التسوية، يعني متشكلة الاشكال دي وانتي تسويها. فانا طلعتها كنت شايلاها في الفريزر، قلت بما اني هشغل الفرن اعمل لهم طبق حلو. طلعتها ورحت مدياها برضو سمنة بلدي. تمام. ورحت حطيتها، قلت تتحمر كده، انا عايزاها خفيفة كده، مفيهاش اي حاجة. بصوا الرقاق بتاعنا لما طلع شكله تحفة يا بنات، من جوه ما شاء الله طري وحلو، والرقة اللي فوق والرقة اللي تحت خالص فيها سنة قرمشة. هنا حمرت معايا الكنافة زي ما انتوا شايفينها كده، وبرضو بقيت اقلبها على الجناب كده عشان تاخد تحميرة من كل الجوانب. وبعدين كنت مجهزة كان عندي شربات، بقيت اقلبها في الشربات عشان تاخد سكرها المعقول، لاني مش هحط معاها كريمة، انا عايزاها خفيفة. وكان عندي مانجا قطعتها مكعبات كده صغيرة. بعد ما سقيت الكنافة في الشربات، بقيت في كل واحدة احط مكعب مكعبين على حسب ما تاخد معايا. تمام. من غير كريمة ولا اي حاجة بنات. وهنا بزينها على الوش كده بجوزة الهند. طبعا انا قلت النص هعمله بجوزة الهند والنص مش هعمله بجوزة الهند، عشان في ناس عندي يعني في بياكل جوزة الهند وفي لا. فقلت بس عشان تدي شكل. بصوا المنظر معانا، بصوا مقرمشة، فيها سنة قرمشة، والسكر بتاع الشربات ظابطها حلوة قوي مع طعم الكنافة. والله العظيم كانت حلوة جدا. بصوا، واجمل حاجة فيها عشان حجمها صغير، طبعا تديها للولاد هي الواحدة على قد ياكلها، يعني مش تديله بقى قطعة كبيرة ما يخلصهاش. فبصراحة كانت حلوة وعجبتني وعجبت الولاد جدا. تمام. وادي كباب الحله بنات، بعد ما استوى عملت جنب منه شيبسي، وطبعا كنت عامله رقاق، وكان عندي طبق رز ابيض من اليوم اللي قبلها. ودول 3 فلفلات كده كانوا في التلاجة كده، جوزي قال لي يعني اليهم لنا كده جنب الاكل، فقلت ما يضرش. بصوا بقى منظر كباب الحله، انا بحاول ان انا اوريكم. بصوا انتوا شفتوا القطع وانا بحطها، كانت قطع كبيره. بصوا انا بسويها لغايه الدرجه دي اللي هي بتبقى حتت صغيره، يعني تاخديها بالمعلقه. بصوا شكلها، اللحمه بسم الله ما شاء الله دايبه. وبصوا البصل عامل صوص كده بعد ما تكرمل العسل، بجد والله العظيم كان طعمها حلو جدا جدا جدا. وألف صحة وهنا يا رب على قلب اللي ياكل، وألف صحة وهنا على قلب اللي هيجرب. ويا رب يا رب يا رب تكون وصفاتنا البسيطة قوي النهاردة عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.